تخيل يا عزيزي المشاهد تكون شغال في المقابر عادي وبتحفر عشان تزرع صبارة، وفجأة تلاقي حاجة مش طبيعية، حاجة تخص اللاعب مؤمن زكريا. القصة بدأت من حوالي 4 سنين لما مؤمن كان نجم كبير في الكورة والأهلي والزمالك بيتخانقوا عليه، وفجأة يصاب بمرض نادر اسمه ضمور العضلات، المرض اللي بيجي لواحد من كل 2 مليون شخص. حالته ساءت بشكل سريع وما بقاش قادر يتحرك أو يمشي، وبدأت الشائعات تقول إنه معمول له سحر أسود، لكن الدكتور اللي كان بيعالجه نفى الكلام ده واكد ان السبب علمي بحت وان السحر ده مجرد اوهام. النهارده وبعد مرور 4 سنين الحقيقه ظهرت. الحارس اللي كان شغال في المقابر وهو بيحفر اكتشف بالصدفه لفافه سحريه مدفونه، ودي كانت تخص مؤمن زكريا. المكان اللي اكتشفوا فيه اللفافة كان مقابر تخص عائلة مجدي عبد الغني، وأول لما عرف طلع نفى علاقته أو علمه بأي حاجة عن السحر ده. الموضوع ده حصل من 25 يوم وطلع للعلن بناء على كلام الحارس اللي قال إن أول ما اكتشف السحر تواصل مع مؤمن زكريا، ومؤمن جه ومعاه 3 شيوخ وأخدوا السحر، والشيخ ده كان من 3 سنين قايل إن مؤمن معمول له سحر وممكن يتعالج بجلسات رقية شرعية، ودلوقتي مؤمن بيتابع معاه. الحارس أكد إن لما اكتشف السحر بلغ مؤمن على طول. نتمنى يكون الموضوع مقتصر على السحر بس، وبإذن الله يكون الموضوع بسيط وكم جلسة كفيلة بشفائه بعون الله. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام يا صاحبي.